تتمتع المسلسلات الهندية بشعبية كبيرة حول العالم، ومع ذلك هناك بعض المسلسلات التي انتهت بسبب انخفاض نسبة المشاهدة على الرغم من جمالية القصة وإنتاجها الفني المتقن. في هذا الفيديو سنعرض لكم بعض المسلسلات الهندية التي انتهت بسبب انخفاض نسب مشاهدتها. مسلسل العميلة السرية. يحكي المسلسل عن امرأة شابة تدعى ريدما، تعمل كجاسوسة وتواجه العديد من التحديات والمغامرات والخفايا. رغم قصته الشقية وأداء النجوم المتميز، لم يتمكن المسلسل من جذب عدد كافي من المشاهدين، وتراجعت نسب المشاهدة في الحلقات ما قبل الأخيرة بشكل جد ملحوظ، مما أدى إلى تسريع عملية عرض الحلقة الأخيرة وانتهاء المسلسل. مسلسل وجوه الحب. وجوه الحب كان مسلسلا رومانسيا يتناول قصة حب معقدة بين شخصيات مختلفة. تميز المسلسل بتصويره الجميل وأداء الممثلين، ولكن للأسف لم يحقق النجاح المأمول من حيث المشاهدات، مما أدى إلى انتهاء المسلسل في مرحلة مبكرة. مسلسل ساحرتي. ساحرتي كان مسلسلا يدمج بين الخيال والدراما، وتدور أحداثه حول ساحرة شابة تواجه مشاكلا ومحن في حياتها. بالرغم من قصته المثيرة والمؤثرة، لم يتمكن هذا المسلسل من الحفاظ على الجمهور الهندي، وفشل في الهند على عكس ما حققه في الوطن العربي، وبالتالي تم انتهاؤه بسبب انخفاض النسب المشاهدة. مسلسل حياتنا واحدة. حياتنا واحدة كان مسلسلا اجتماعيا يعرض قصص حياة مجموعة من الأفراد وتداخلاتها. رغم التركيز على القضايا الاجتماعية المهمة والأداء الممتاز، لم يتمكن المسلسل من الاستمرار بسبب انخفاض النسب المشاهدة. مسلسل على قيد الحياة. على قيد الحياة كان مسلسلا دراميا يتناول قصة حياة امرأة تواجه العديد من الصعوبات والتحديات. تميز المسلسل بتصويره الواقعي وقصته الملهمة، ولكن بسبب انخفاض نسب المشاهدة المهولة في الهند، تم إنهاء المسلسل قبل أن يتم استكماله بالكامل. أخبروني في رأيكم ما هو المسلسل الذي ظلم